استهل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته لمواجهة البرازيل السبت المقبل بإجراء أول حصة تدريبية ضمن برنامج المعسكر الإعدادي مساء اليوم بمشاركة جل اللاعبين في انتظار التحاق البقية خلال الساعات القليلة المقبلة. وأجرى المنتخب المغربي أول حصة تدريبية له بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في انتظار اكتمال صفوف المجموعة في الحصة التدريبية ليوم غد. ويخوض الأسود الحصة التدريبية الثانية مساء غد، حيث ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام ب15 دقيقة الأولى. وبدوره استأنف المنتخب البرازيلي التحضيرات لمباراة السبت المقبل بخوضه أول حصة تدريبية ضمن برنامجه الإعدادي مساء اليوم في ملحق ملعب ابن بطوطة بطنجة. وكان المنتخب البرازيلي الذي وصل أمس ليلا إلى طنجة قد برمج 5 حصص تدريبية له في معسكره بمدينة البوغاز لمواجهة المنتخب المغربي صاحب المركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.